الليلة دي هنحكي قصة لأخين يملكوا من الثروة 70 فدان. الأخ الكبير كان اسمه ياسين، الأخ الأصغر اسمه حسين. حسين خلف ولد سماه جابر، أما ياسين بلغ سن 50 وكان مشتاقا إلى الخلف، فأراد المولى أن يتوج هذا الصبر وأهداه بأعظم هدية، ولد وبنت. فرفع بصره لسيده وقال: قل ندهت لك يا إله العرش ورضتني لما سألتك يا ربي، بالحب أهدتني وبعدت لي بنت وولد، وده جزاء الصبر يلي معاك العطايا، رضيت الخلق ورضتني. من فرحته بأولاده وداهم عشان يتعلموا، وسماهم زهرة ومروان، وراحوا لأولاد المدرسة عشان يعيشوا في حب الله وفي نور العلم، والعلم نور. بعد مدحي في النبي طه الأمين، بعد مدحي في النبي طه الأمين، أنا ححكي قصتي للكرام الحاضرين، بتحكي عن أخ أشقاء ميسورين. ياسين ده كان سنه كبير على أخوه حسين، زوجة ياسين ماتت وسابت له كمان بنت اسمها زهرة واخوها مروان. زوجة ياسين ماتت وسابت له كمان بنت اسمها زهرة واخوها مروان. من بعد زوجته أهدى لولاده الحنان، من بعد زوجته أهدى لولاده الحنان، والدنيا خاينة وآه من غدر الزمان. مروان وزهرة كانوا الاتنين أولاد كرام، في المدرسة ناجحين كانوا شطار تمام، لكن أراد المولى يحرمهم أوام، والموت أراد يخطف أبوهم. يا سلام، ساعة احتضار الموت نادى على أخوه حسين، قالوا حسين يبكي وكان قلبه حزين، أوصيك على عيالي وبعدك وصني، أوصيك على عيالي وبعدك وصني. ومات ياسين وساب لأخوه اليتيمين، ترك لأخوه الأرض والمال كان حدا، من أجل يعطف على اليتامى اللي معاه.
الثروة والمال كان حدا من أجل يعطف عاليتامى اللي معاه. نسي حسين التقوى ووصية أخاه، نسي حسين التقوى وأمر الإله. هاني اليتيم مروان وهان زهرة معاه. نسي حسين العهد ووصية أخاه، هاني اليتيم مروان وهان زهرة معاه. بعد ما ماتت الأم ومات الأب وتركوا الأولاد لسنة 6 ابتدائي ولسه ما امتحنوش ولا أخذوا الابتدائية، ولكن أبوهم وصى عمهم علشان يرحمهم، ولكن العم طلع قاسي. هاني اليتيم مروان وهان زهرة معاه. بدأ يشغلهم، خليهم يسرحوا في الغيط مع جابر ابن عمهم. شافوا العذاب ألوان. مروان في 6 ابتدائي ولد فاهم والعلم بينور العقل. بص لعمه كده وقال له ممكن أقول لك كلمتين يا عمي؟ قال له قول. قال له الدنيا في جناس لفعل الخير تلاقيكم وناس تحب النبي، والمدح بيشفيكم وناس فقيرة قوي، وذكر الله بيغنيكم وناس غلابة، ولكن الأهل ظلموكم وناس يتامى زينا، لكن الأهل باعوكم وناس غواجة الطمع والشر فض منهم. خدوا بالكم منهم يا ناس وبلاش تأمنوكم. لو كان ابويا موجود يا عمي ما كنتش عملت كده ابدا، لكن الناس بتخاف ما تختشيش، الخوف بالعين. تظلمنا ليه؟ لنا 35 فدان في ذمتك ولنا نص البيت. العم نزل عليه ضرب. العم قاسي وبعد الاب بهدلكم ويجوا من المدرسه في الغيط يشغلوا. ظلم اليتامى وكل يوم كان بيضربهم. قالوا له من بعد ابونا تأذينا ليه يا عم حسين؟ ويا ما اطفال يتامى لكن المولى بنصرهم. علشان حسين كان بكره اخوه هاني اليتامى بعد اخوه، ضرب الولد واخته ظلموه، ودي اليتامى ملقوش حنان. لما اشتكالوا زادوا هموم، ولا دوقوا لا زاد ولا نوم. ضرب اليتيم وسابه محروم، مسكينة زهرة واخوها مروان. قالوا يا عمي ما تظلمناش، من أرض أبونا ما تحرمناش، واصرف علينا ولا تسيبناش، واعمل معانا عمل إنسان. أبونا ما تحرمناش، واصرف علينا ولا تسيبناش، اصرف علينا ولا تسيبناش، واعمل معانا عمل إنسان.
اعمل معانا عمل إنسان. قال له اعمل معانا عمل إنسان. والعم ساعتها حس، قال له أنا مش إنسان يا ولد. قال له الإنسان ما يضربش اليتيم، ما يضربش اليتيم إلا الإنسان اللي ما عندوش رحمة. قرايب النبي ظلموه وانت كمان بتظلمنا، واليتيم يكرم لاجل حضرة النبي، اليتيم يكرم عشان خاطر الرسول. قال له مدام اتكلمت معايا كده وجعلتني مش إنسان، لازم تبات بره البيت. ونام الولد بره وهطلت الأمطار واشتدت الرياح والزوابع، وأخته زهرة معاه. فضلوا بره في البرد لحد الفجر ما وجب. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر على من طغى وتجبر. تعالي يا زهرة نخبط على العم القاسي، ناخد الكتب ونمشي وناخد هدومنا ونرحل. خبطوا على الباب. عمهم قال لهم عايزين ايه؟ افتح يا عم، ممكن ناخد الكتب بتاعتنا؟ قالوا الكتب حرقتها، مفيش علم بعد اليوم، في شغل في الغير. ولكن اليتيم بص لعمه وقال له يا عمي سيبك بقى من الزور والاستهتار، بدل ما تهين اليتامى قم صلي فجرك وردد ورد الاستغفار. طب ده احنا اولاد اخوك ويتامى ولسه صغار، وكمان لنا حق ابونا في الغيط كمان والدار. ساعة ما سمع الكلام ده قلبه ولع نار، وحلف قوى مع اليتامى ما يقعدوش في الدار. مروان وزهرة غلابة وباتوا خارج الدار، والدنيا ضلمة وعليكم هطلت الأمطار. مروان بيقول يا زهرة ارمي حملك على الواحد القهار، وصلي على المصطفى اللي غاص قدمه في الأحجار. واللي بيصلي على أحمد تحرم عليك النار، واللي توكل على ربه ما يشوفش وسمة عار. لما اشتكى لعمه اوام زادوهم، وبيتوا برا الخلا ما دقش نوم. مروان بيبكي والدموع على خدهم. الصبح مشى واخته زهرة مشت معاه. اخته بتقول له يا اخويا على فين؟ قال لها في ملك رب العالمين، هو الحنين عالغلابة المساكين، واللي بينادي خالقه يلقاه معاه. مروان بحب المصطفى وكان عنده شوق، واخته زهرة كلها خفة وذوق. شافوا مدينة منورة قالوا دي ذوق، شافوا مدينة منورة قالوا دي ذوق. بلد الدسوقي والاله نور حباه. نادى لأخته قال لها يا زهرة روقي، نادى لأخته قال لها يا زهرة روقي.
احنا بقينا في الحمى في بلد الدسوقي، ومولده منصوب اوام زود لي شوق، ومولده منصوب اوام زود لي شوق، والمداحين مدحوا التهام هناك حدا، حنروح حدا، حنروح حدا، حنروح حدا. اوعي تبكي يا زهرة، لسوق منورة بين المولد شغال. تعالي نفرح قلوبنا بحب الحبيب المصطفى ونسمع مدح الرسول. ودخلوا على تسوق اليتامى المطرودين المظلومين، زهرة ومروان دخلوا على مقام سيدي أبا العينين، راحوا يزوروا البطل، ما راحوش على سرد، ما راحوش يتفرجوا على حاجات تغضب ربنا، لا دخلوا على المسجد. أول مروان ما شاف مقام سيدنا إبراهيم بص كده وقال: قال يا دسوقي في مولدك بيجي النبي ويحضر، يلي براقك على شوقك بيتمخطر، يلي عمامتك شريفة وشكلها أخضر. يا دسوقي يا أبا العينين في مولدك بيجي النبي ويحضر، يلي براقك على شوقك بيتمخطر، يلي عمامتك شريفة شريفة وشكلها أخضر. عرفت باب الهداية يا عمي يا أبا العينين، قضت حياتك لحب الله وبتكبر. تعالي يا زهرة، تعالي ندخل الخدم وناكل. الناس الكرام دابحين دبايح في المولد وعاملين خدمات ابتغاء وجه الله. راحوا مكلوا الساعة 10 بالليل، قالت له أنا شبعت أكل وشبعت من زيارة سيد إبراهيم، عايزة أشبع بمدح النبي. المولد فيه أكتر من 600 مداح، تعال نسمع. هم لسه بيتكلموا إلا وسمعوا المديح والمداحين، وسمعوا كلمة بشاير. المداحين بيقول: بشاير بشاير من عند الحبيب، يا بلبل يا طاير سلم على الحبيب. بشاير بشاير من عند الحبيب، يا بلبل يا طاير سلم على الحبيب، سلم على الحبيب. مروان، الناس بتمدح في النبي، يا سلام، مدح النبي بيغذي الروح ويداوي كل فؤاد مجروح. تعال نسمع، تعال نسمع مدح النبي. راحوا قدام صوان كبير، لقوا واحد واقف بيمدح في محمد. الله، مين دي؟ واحد اسمه مجاهد بيقول ايه؟ تعال نسمع له كده، شوف بيقول ايه. اسمع يا مروان. دول يلي ظلمت اليتامى، يا ظلم ليلك الدنيا فيك العذاب في الآخرة يا ويلك. الدنيا فيك العذاب في الآخرة يا ويلك. هتبقى تقول ايه لما الملكين حيقولك، وملايكة الرحمة يسيبوك، وملايكة النار حتشيلك، ياخدوك على باب جهنم، وملك النار يناديلك، تصرخ وتزعق مفيش مخلوق حيجيلك، وحضرة المصطفى مش ممكن يراعيلك. شوف المدح بيقول ايه على اللي بيظلم اليتيم. قال لها تعالي يا شيخة، تعالي حملنا الهم وفكرنا بالعم الظالم.
تعال نمشي في المولد نسمع كم مداح، ننسى الماضي بمدح الحبيب النبي. وهم ماشيين في الشوارع كانت الليلة كبيرة زحمة في دسوق كل المحافظات، واليتامى ماسكين ايدين بعض وماشيين، واذا بهوجة من الشباب. في ناس بتروح الموالد علشان تحط النذور ولمقام البطل تزور، وناس رايحة تسرق وتنهب، وناس بتلف وتدور. داسوا الغلابة ناس وتفرقوا الطفلين، ظلم ملا تنعي مش عارفة اخوها فين. بتبكي على حظها وبس هتروح فين. انا في حماك يا إلهي يا راحم المساكين. طفل يتامى يروحوا على فين، والغربة صعبة ودول مساكين. بين الزحام ماشيين تايهين، والمولد في جيجي كم فنان. فضلت تبكي في تسوق، واخوها راح منها بدأت تقول لي يا زمن يا رضي تجيب مرك وتسقيني، والدنيا قاسية عليا وبنارها بتكويني، والعمي قاسي وبره البيت بيرميني. من بعد اخويا ما راح مين اللي يقويني؟ سمعها راجل تقي وقال دمعك على عيني، انا حدور معاكي واشوف اخوك فين، يمكن الاقي السما لطريقه يهديني. الله اكبر يا حاج احمد يا قدره، صلي على الحبيب. شيخ ده طاهر وابن حلال، اسمه الحقيقي الحاج بلال، قدر ظروفها وقام في الحال، يبحث معاها في كل مكان. الله اكبر يا حاج احمد. لما ياسد خدها معاه عاش في بيته ويا ضناه، وزوجته فرحت بجواياه قلبها مليان ايمان. قالوا لها احنا مكان ابوك، قالوا لها احنا مكان ابوك، وكل ابن هنا اخوك، نحميك للناس يهنوك، وعوضوها عن الحرمان. عوضوها عن الحرمان. والحاج بلال حلته من الدنيا بنت ما فيش غيرها اسمها وردة، قال يا بنتي يا وردة تعالي سليمة على زهرة، وحضن البنتين واعتبرهم أولاده، وحضن زهرة هي عند الرجل الطيب عايشة في النور، أكرمها أعطاها، بس اكتني عشان أخوها وتقول زي أدوق الطعام ولا اللقمة تحلالي، واسيب أخويا الحنون وقدر الأخ ده غالي. يا ناس أروح فين ومن يعلم بأحوالي غير الكريم ربنا، هو اللي داري بيعين نصيبي كده ابكي على الغالي. الله اكبر يا حاج احمد، صلاة النبي احسن.
نسيبها عايشة عند الراجل الطيب الصالح ونشوف أخوها مروان راح فين. جه قدام باب سيدنا إبراهيم وقام نعسان، وإذا براجل بصحيه، بس راجل شكله يخوف، والراجل ده رئيس عصابة بلم الأولاد المتشردين اللي في الموالد تايهين اللي من الأهل مقطوعين. قال له قوم يا ابني، قوم انت نايم هنا ليه؟ فصح الواد يقول له انت لقيت اخت زهرة؟ الحرامي من النباهة قال له اختك عندي. قال له وديني. فين اختي؟ قال له مشوار بعيد تركب العربية دي. قال له ماله؟ ورئيس العصابة عايز ياخده يشغله حرامي. قال له هروح وياك، خدني معاك، خدني معاك، خدني معاك، خدني معاك، هروح وياك القاهرة، راح اروح وياك، رحت ديار هروح وياك، وان رحت طنطا هروح وياك، صفت زرق راح اروح وياك، كفر العقل هروح وياك، المنصورة هروح وياك، وان رحت طنطا هروح وياك، ان كانت اختي زهرة حداد، ان كانت اختي زهرة حداد، وحياة نبينا تاخدني معاك. صلي على الحبيب. والحرامي جاب عربية قام مركب الولد، الواد ما يعرفش انه رايح ينضم الى شلة الشر، غمض عينيه وعمل انه نعسان، هو راكب مع اهل الشر والطغيان، فعرف من كلامهم انهم حرامية ومشوا في الطريق. فالولد نادى على ربه، مروان خدوج الحرامية وقالوا له مالك يا عينيا، انا عيشك عيشة هنية ونجيب لك اختك يا مروان. رئيس العصابة يا مستمعين جاب تاكسي اجرة وقاموا راكبين، مروان بيقول هنروح على فين؟ قالوا له ما تخافش يا مروان، الواد في سره نادى يا رب نجيني بقى من هذا الكرب، انا بحبك اعظم حب، نجيني من عمل الشيطان، مانيش عايز ابقى حرامي واشوف نور النبي قدامي، يا رب تمم اسلامي وعيش على هدي القرآن. يتم ونادى على مولاه واستجاب الله لدعاه، اتلخبط السوق وقوته، نزل البحر وهم معاه، وربنا انقذ مروان. ربنا انقذ مروان ساعة ما قال يا رب مش عايز ابقى حرامي، وحب يبعد عن الطريق الحرام. التاكسي نزل في قلب المية غرقوا اللصوص، لكن ربنا انقذ مروان وعام على وش المية، وعشان حكمة ربنا قضت، اراد ربنا ينجيه، ربنا اراد يحميه. ايه اللي حصل؟ راجل صياد بيصطاد، راجل صياد بيصطاد، شاف العمال بيغطس ويربي في المية، طلع يجري ناحيته وشد الولد من على وش المية علشان أراد ربنا يحميه. أراد الله وحده في سماه يظهر للعالم أسراره، وأراد الله وحده في سماه يظهر للعالم أسراره، غرقوا الملاعين نزلوا في الطين في البحر غطسهم ويداروا، والتاكسي اهو راح في البحر وطاح ولا حدش عارف اخباره. واراد الله وحده في سماه بعت الصياد ياخد بيده،
واجو مد ايدك لاجلي نجيك والامر صادر من سيده وقوام نجاه ولع دفاه اخدوا وياه روح ويخبط على داره خبط على الباب ردوا الاحباب خبط على الباب ردوا الاحباب ردت عليه ام عياله زوجة الصياد زي المعتاد تكرم وتكتم اسرارها خدت الغلبان كده بالاحضان خدت الغلبان كده بالاحضان وهي ضمته وهي صغرها وبكل حنان وبكل امان فتحت له قلب جمع دارها خدت الولد قالت له تعالى يا شاطر اسمك؟ قال لها مروان. ونادت الولية على أولادها ولد اسمه فتحي وبنت اسمها تحية. تعالى يا فتحي تعالي يا تحية. تحية كانت في الابتدائية. تعالوا سلموا على الضيف وتلموا حواليه يقبلوه ويتحوه وأكرموا الولد. والصياد قال له تتعلم ايه؟ قال له عايز اكمل تعليمي. العلم نور. قال له انت كنت في؟ قال له كنت في 6 ابتدائي بس العم حرمني من العلم. قال له خلاص تروح مع تحية بنتي تتعلموا انتوا الاثنين سوا. وداه اوام ويا تحية وداه اوام ويا تحية اخذوا سوا الابتدائية نجحوا 100% والبت كانت طهرة نقية والقلب كان يعشق مروان رايحين سوا هو وهي حد ما خدوا الثانوي العام عايشين على هدي الإسلام. لا حد ما خدوا الثانوي العام عايشين على هدي الإسلام بيعشقوا خير الأنام وقلبهم بالنور عمران عاشوا سوا على نور الله وبيعشقوا رسول الله. محلى الرضا محلى التجلي مع الإيمان. دخل الحقوق وبقى محامي وقال ده خفت آلامي والدنيا ضحكت قدامي وتملي يقرأ في القرآن. لما أصبح محامي الناس تروح له يقدرها والكلمة عارف مقدرها ولا فيش قضية بيخسرها لأنه مؤمن بالرحمن. مفيش قضية بيخسرها لأن المحامي المؤمن عمره ما يخسر قضية بيقرأ في القرآن. البنت خدت الثانوي العام وقعدت في بيتها. أما مروان دخل الحقوق بقى محامي. الصياد هو ومراته قالوا نروح نزور ابننا. كان الولد ساكن في محافظة دمنهور وأما أبوه في دسوق. أبوه اللي نجاه ورباه الصياد كان اسمه معروف والشيخ معروف وزوجته أسمهان أخذوا فتح وتحية كمان وراحوا يزوروا الأستاذ مروان. أول ما شافهم جايين من بعيد حياهم معاه زمايله قاعدين. قالوا له جايين لك دول مين؟ قوم يا عم قابل الفلاحين. ولكن هو قال لهم تخيلوا على الفلاحين ده لولا الفلاح ما كانش ابو عمه ولا ابو منطلون ارتاح. الفلاح اللي خلى كل الناس ترتاح اللي بعرقه جده بالكفاح. عارفين دول مين؟ دول الحبايب اللي رضوني دول الحبايب اللي رضوني اللي بحنانهم غمروني دول الحبايب اللي رضوني اللي بحنانهم غمروني. قولي وشوفي يا عيوني أنا قلبي
فرحان. وعمل لهم احلى الواجبات، وعمل لهم احلى الواجبات، قدم لهم اغلى الهدايا، وقال لكم لكم عندي حاجات مخصوص عشانكم بكل امان. هدية مني ما ترفضوهاش، حكة هنية السنة من عاش. هدية مني ما ترفضوهاش، حكة هنية السنة من عاش. ده اللي ما زارش ما يتهناش، اللي ما زارش ما يتهناش. يا بخت من زاري لعدنا. صلي عليه. هدية مني ما ترفضوهاش. ما كسفش منهم، قابلهم بالاحضان وقدم لهم الهدايا وقدم جواز السفر. الولية ساعة ما شافت جواز السفر قالت يلي زرعت الجميل يترد لك جميلين، تعبك ما راحش هدر، وحياة كحيل العين حنروح نزور النبي ونشاهد الحرمين ونشوف مقام الحبيب والقبة الخضراء، ونقول له جينا الحمى يا أشرف الثقلين. يا نور النبي يا حاج. عايز حاجة من عند الرسول يا مروان؟ قال انتم ابائي، يا امي، يا ابوي، يابا معروف. ادعوا لي عند النبي ان ربنا يرجع لي اخت زهر اللي مانيش عارفها فين، كل واحد منا في وادي. وراح الراجل يزور حضرة النبي قدام المقام، قال يا رب رد كل غايب، واجعل لكل مسلم في زيارة النبي نايب، وتوب على العاصي وارحم العجوز واغفر للشايب. وقفوا قدام باب الرسول وقعد يدعي ان ربنا يبعت زهرة المروان. وما تم النداء عند الحبيب المصطفى. هم في ارض الهادي نبينا، والنور والاشواق والفرحة عمت، والنور كان ترياق. انوار الهادي محمد جذبت الاشواق، ده رسول الباري يا نبينا صفوة الخلاق. والشكوى قبلت يا سادة عند رسول الله، والدعاء عند محمد يقضى بإذن الله. اللي معاه شكوى يقدمها هناك في أرض الله، اللي نادي هناك على ربه يلقى المولى معاه، يلقى المولى معاه، تستجاب دعواه. النبي يا حاج. عند الحبيب النبي هم هناك قالوا يا رب رجع زهرة المروان، وهنا تمت المعجزة. زهرة قاعدة مع مين؟ مع الحاج بلال. الحاج بلال مات ومراته ماتت، وبنت الحاج بلال حبت تتجوز. قالت يا زهرة يا الله يا زهرة فرقينا انا وحبيبي لوحدينا، امشي يا حلوة وفوتينا عايزين نعيش مع بعضنا. عيني يا ابو السلطانة يا عيني. وزهرة مشيت مسكينة في الدنيا تنعي على حالها، ماشية تنعي على حالها بختها ومستقبلها، لكن المولى عورالها والأمر لله والإيمان. النبي يا حاج صلي على الحبيب النبي. يا مشت عظمة البنت. على عظمة يا حاج أحمد. مشت في طريق الله. راحت فين؟ أراد ربنا أنها تفضل مشي وتترك دسوق بلد الحاج بلال وتوصل إلى دمنهور.
قالت هاجر وتاجر في الخضر مش عيب، وابيع كذا واشتري، والصبر فرجه قريب، يمكن انول الرضا ولا نحوج لغريب. راحت تبيع قدام عمارة فيها محامي رهيب واسمه مروان، وبيدخله كتير محاسيب، عنده القضايا كتيرة وماشية بالترتيب. لما يعدي عليك اخوك تبص له وتبكي، انا حاسة ان المحامي من فؤادي قريب. فرشت قدام العمارة، صاحب العمارة بدأ يشتري منها، فبصت في وجهه قالت ده أخويا. أخوها اشترى منها من غير ما يتعرف عليه، وقالت هو ولا مش هو؟ أقول له أنت ابن مين ولا عيلتك فين؟ ضروري هسأله في يوم من الأيام. أنا قلبي بيقول إن ده أخويا، وقلبي ما يكذبش عليا. واليوم اللي حبت تسأل فيه حصلت حاجة غريبة فيه. عدي عليها ولد تاجر اسمه بيومي، ولقاها حلوة أغراه الجمال، فحب يضحك عليها. ظاهرة بتبيع يا حضار، وجهها مليان أنوار، عشقها تاجر من التجار. قلبه بقى أصبح والهان، منها حلوة جميلة، عمل مؤدب من عيلة، وقال لها بعد الليلة زوري بيتنا بكل أمان. مرات عايزك تشوفيها، يا ما حكيت عنك ليها، ابقي تعالي بكرة زوريها، أحسن معاها ولد عيان. ظهرك كانت على نيتها، ما حرصتش في دنيتها، راحت ووصلت في ميعادها، لقيته لوحده قاعد فرحان، وقام مقفل البيبان، وضحك ضحكة ملانة جنان. قال تعالي في أحضاني، ده انت اللي هزيتي كياني، يا زهرة ده انا هنا وحداني، انا بحبك حب جنان. قالت له ارجع بقى يا جبان، لا تقولي وحده مفيش وياه، لا زوجة ولا ابن بيرعاه، اصفر لونها وقالت كده برضو تعملها يا جبان، كده برضو تعملها يا جبان، كده برضو تعملها يا جبان. انا جاي ازور ابنك تعمل كده؟ هجم عليها الجبان والشر كان في عينيه. زهرة كانت شريفة فضلت تقاوم فيه، شرفي أمانة يا ربي وانت عليك تحميه، والعرض غالي قوي ما اقدرش افرط فيه، واللي حدا ضعفي انت يا كريم قوي. بالقدرة دقت حريقة جوا بقى في داره، سابها وراح يجري يطفي نار داره، ولا يعرف اللي انكتب في الغيب كله ايه. ساعة ما شاف النار شبت في الدار، والنار شبت بأمر الواحد القهار، سابت الدار وطلعت تجري. اهل البلد شافوها، الله البنت دي طالعه من الدار ليه؟ والدخانه دي عشان ايه؟ فهو انتهز الفرصه لاهل البلد، شايفين البنت اللي بتجري دي من بيتي جت ولعت في داري حرقت بيتي، وكان قصده خبيث، ولما ما نالش غرضه اتهمها هذا الاتهام الباطل. ولما راحت وكيل النيابه بيسالها، وكيل النيابه لما سالها قالت له قوم على قصتها من بدايتها لنهايتها، بس
استغرب في اللي كان، قال انت يا زهرة شريف نفسك حلوة وعفيفة ومؤدبة وبنت لطيفة باين عليك عندك إيمان. قولي يا شطرة. قالت هو اللي خدني بيته عشان يعتدي علي، ولما ضربته اتهمني هذا الاتهام. قال هذا كلامها صح، لكن انت كلامك مفيش شيء من واقع. حطوا الحديد في ايديه وعرفوا انه هو كذاب في اقواله، ما كانش متجوز وبيضحك على بنات الناس، وحددوا للبنت جلسه. في يوم القضيه راحت تحضر وعايز ربنا ينجيها من هذا الاتهام، ما معهاش محامي، وبالصدفه قاعده في المحكمه قريب منها اخوها مروان بس مش عارفاه، ومن الناحيه التانيه جنبها ابن عمها جابر اللي كان بيظلمها، ابن عمها حسين اللي كان بيضربها وهي بتستنى قضيتها. واذا القاعة كانت ملانة وحضرت الحكام قضاه ومحاماه ومن القضايا كام، لكل واحد قضية وعلى القضية كام، لكن ظهر قضية الواحد العلام. سمعت قضية وفيها حكم بالإعدام على شاب كان متهم بالقتل والإجرام، والمتهم ده جابر ابن عمها حسين اللي أكل مال الأيتام. شافت أوام مروان ابن عمه المحامي بشهامة هم وقام، أخد دوسيج القضية وكان حده إسلام، وقال سأصل من قطعني وأعطي من حرمني وأعفو عن من ظلمني، وده شرط في الإسلام. جاب له البراءة وجاب له شكر من الحكام. زهرة شافت الأستاذ اللي هي قاعدة قدام بيته بتبيع، قالت هو ده المحامي وقام يدافع عن جابر ابن عمي؟ أنا بقول ده أخوي، أنا هسأله. راحت أوام قعدت جنبي تسمح بكلمة يا سيدنا البيت، أم قال يا شطرة طلبك إيه، وشاف دموعها ورق ولان. قالت له إيه يا بيجا أنا عندي قضية. راح تتندى بعد شوية اديني اسمك يا صبية، ادت له اسمها والعنوان. ساعة ما كتبت اسمها قام بص اخوها في وجهها وارتمى على صدرها، انا يا زهرة اخوك مروان. ونادوا على اللي اتهمها وظلمها، بيومي واقف قدامها زهرة بريئة وانا الغلطان. زهرة بريئة وانا الغلطان. الأستاذ مروان، زهرة جيتيلي يا اختي، تعالى يا جابر تعالي، شايف ابن عمك اليتيم؟ وقال عشان تكون موعظة ويكون في علم الناس بأن ربك لوحده بإيديه مصير الناس. يا ما يتم بسعده ويبقى أعلى الناس، نبينا أبوه مات وجوه في بطن أمه مولود يتيم، والإله جعله شفيع للناس. وقام واخد أخته وابن عمه وقال له تعالى يا جابر، وجابر بيبكي ولا معلش يا زهرة
انا ظلمتكم انا وابوي. جابر نداها وقال زهرة يا بنت العم، انا حقي ابكي ونوح بدل الدموع دي دم. مروان نداله يا ابن عمي بلاش تشيل الهم، قول لي بقى فين ابوك مشتاق انا للعم. اخد ابن عمه واخته وعلى العمارة رايحين، فوجدوا مسكين بيقول للهو شايل الهم. من ده يا جابر قال ابويا فضحتنا معاك يا ابويا، مروان ده احسن من اخويا، متعلم وحداه ايمان. عمو بكى والدمع انساب، واقف حزين كده على الابواب، خدني حداك بقى بواب، ده كل غلطة وليها حساب. مين ده يا جابر؟ قال له ابويا. ده وصلت انت اخر يابا، واليتيم حضن عمه وابن عمه وحضن اخته. وعمه قال له ايه؟ قال له خدني حدك يا ابن اخويا اشتغل بواب، واحكي يا واد قصتي للاعداء وللاحباب، علشان يقولوا اللي اكل مال اليتامى اشتغل عندكم بواب. وقامت الافراح على طول، واللي صبر حتما حيموت. يا بخت من كان بينا مشغول بالمديح والنبي حيموت، مدح الرسول بيهني الروح ويداوي كل فؤاد مجروح. وانا جاي لكم صدري مشروح، عاشق نبينا طجال عدنان وحد